في العالم العربي في شهر واحد بس الإعلانات بتتحول من مجرد دعاية لجزء من الذكريات. الشهر ده هو شهر رمضان. رمضان مش مجرد موسم تسويقي، ده بقى مهرجان إعلانات. في أوروبا عندهم الكريسماس، بس احنا عندنا رمضان. من أول يوم في الشهر الشوارع، التلفزيون، السوشيال ميديا كلها بتتحول لمسرح إعلانات. بتلاقي النجوم الكبار اللي طول السنة غايبين فجأة كلهم في إعلانين ثلاثة. تلاقي البنوك، شركات الاتصالات تصرف ملايين على إعلان مدته دقيقة. المثير في الموضوع إن الناس بتستنى، يعني في بيوت كتير لما بيبدأ رمضان يبدأ معاه سؤال: شفت إعلان فلان السنة دي؟ إعلانات زي إعلانات فودافون اللي بيجمع نجوم الغنى، أو إعلان كوكاكولا اللي بيربطك بفكرة اللمة، والإعلانات اللي بيبقى فيها كوميديا زي إعلان إيجي بنك. لكن الحقيقة المؤلمة إن كتير من الإعلانات دي بقت نسخة مكررة، نفس الأغنية، نفس الألوان، نفس الفكرة. كلنا واحد. مشهد بقى يسأل نفسه: إيه الجديد؟ رمضان فكرة ذهبية لأي براند، بس التحدي الكبير إزاي تعمل إعلان يعيش بعد رمضان. الإعلان الناجح مش اللي يخليك تغني الجمل بتاعته، لكن اللي يخليك ترتبط بقيمة البراند بعد كمان ما الشهر يخلص. في أوروبا إعلانات الكريسماس بتقعد سنين، لكن عندنا قليل جدا لما تلاقي إعلان مسنك معاك لفترة طويلة. ده اللي بيفرق بين الإعلان الترفيهي، إعلان نازل بيحاول يوصل فكرة ويرسخ قيمة للبراند. أنا مؤمن إن مستقبل الإعلانات في رمضان هيبقى عند اللي عارف يمزج بين تقاليدنا، روح الشهر نفسه، بين إبداع يخلي الإعلان مش مجرد دعاية لكن حكاية تحكيها بعد ما الشهر يخلص.